تعالوا نشوف شو عنا هون. مكونات التبولة. هلا هون حاطين نعناع يابس، ممكن نحط اخضر كمان، بصل، ثوم، برغل ناعم معلقة، بقدونس، بندورة. طبعا تحت في هذا الزيت وعصير ليمون عصرناه وحطيناه، نسينا نصوركم يعني. تمام. هلا شو بقي علينا؟ نحط الملح، نملح وندمجهم ببعضهم. هلا هيك بعد ما دمجناهم بقلب بعضهم، يعني خلطناهم مع بعضهم. تمام. شوفي ما احلاها. هذه هي التبولة، شايفين هاي الصوص تبعها بجنن، الحموضة اللي بقلبه طالع ولا احلى من هيك. هلا اذا عندكم ورق عنب اخضر ممكن تغسلوه تاكلوها هيك مثل الخبز. عندكم خس كلوها بالخس بدل الخبز، وبالمعلقة هي بتتاكل، بس في عالم بتحب تاكلها بالخبز عادي يعني ما بقسي. هي بالنسبة يعني هي مقبلات بالنهاية. تمام. نسكبها. هلا هيك بعد ما سكبناهم، شايفين ما احلاهم. ما بدكم تحطوا خس ممكن تسكبوهم هيك بعلبة. تمام. او زبدية ازاز. الصراحة هو الاحلى الازاز، بس العلبة بعد ما تخلصوا وزاد عندكم كمية فتحفظ لكم اياهم بتضل خضرة. هلا في ناس بتحب تحط ممكن زيتون معه، او بتحط عليها دبس رمان. طبعا نحنا ما بنعمل هيك. في ناس بتحب تحط عليها شطة، كمان نحنا ما بنقدر عليها هالشغلات، يعني اختياري، بس هي اساسها هيك التبولة. تمام. بدكم تفضلوا معنا احلى صحن تبولة.